في مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية. الحقيقة بنت زي القمر زي ما انتم شايفين كده صورتها اهي. هي الحقيقة فقدت عينها بعد ما يعني اتعرضت لضرب من المدرس. شيء الحقيقة كان يعني مش لطيف ابدا ابدا. نعرف منه التفاصيل من والدها جمال ابو الحسن والد الطفلة. مساء الخير يا استاذ جمال. مساء الخير يا باشا. اهلا بيك، شكرا على وجودك معانا. يا ترى اخبار ريم او نجلاء اخبارها ايه دلوقتي؟ والله اخبارها ما تحسن يا سيادتك يا باشا. انا عملت العمليه من يوم السبت. طبعا كان الاول حولونا على الاقصر. تمام سيادتك؟ ايوه يا فندم. وبعد كده راح حولونا على جنة وجابونا المستشفى الجامعه في سوهاج. عملوا اللازم، عملوا لها عمليه وقالوا لنا باذن الله بلد جديد يعني فيها خير. اللي اتوضح لي النهارده قالوا لي لا ده العين احنا بنعالج العين عشان بتنزل بس. العين كده كده تصرف. تمام. وقلت طيب يا دكتور ما لهاش اي عمليه ثانيه؟ قال لي ممكن بعدين. تمام. ما اضمنش اقول لك في عمليه ثانيه. وضربها سيادتك طبعا هي دي يعني لسه في اولى. تمام. هي في اولى ابتدائي صح؟ نعم. هي في اولى ابتدائي. لا ايوه اولى ابتدائي. قالوا لك لما حصل الموضوع وسمعت بيه ازاي؟ انا سيادتك اتصلوا بي. قالوا لك ايه بقى؟ وبعد ما اتصلوا بي رحت طبعا المستشفى عندنا في الاقصر. قالوا لي لا ده حولوه على جنة. ده اخذوها المدرسين. 2 مدرسين من المدرسه. يعني ايه اللي خلى المدرس يضربها على عينيها؟ هي راحت تشرب سيادتك. راحت تشرب مع سير غساله. قال لها راح فين يا نجلاء؟ قالت وراح اشرب. راح شحد بسير الغساله جه في عينها. انا ما كنتش موجود خالص سيادتك. كان ماسك ايه؟ كان ماسك ايه يا عم جمال؟ كان ماسك ايه؟ نعم. كان ماسك ضربها بايه بتقول؟ ضربها بسير غساله. سير غساله؟ سير غساله. يعني حاجه جلد كده مطاط كاوتش؟ ده بيحطوا على طول الست في الجيب. بيقول سالت عليه بيقول على طول بيحطوا في جيب البنطلون. قال لها راح فين يا نجلاء؟ بيحطوا في جيب البنطلون. في الفسحه في الفسحه بالظبط. راحت تشرب. راحت تشرب شحب سير الغساله جه في عينها. ست بالظبط. انا صابر من يوم السبت. قالوا لي لا احنا بكره هنعمل لك خروج عشان العين بتنزف عشان احنا بنعالج النزيف بس. طب عم جمال عايز اسالك يعني بعد ما انا عارف طبعا ان انت اتشغلت بالبنت واكيد انا متعاطف جدا مع موقفك لان انت اكيد كنت مش على بعضك، انما هل في حد من مديريه التعليم او مدير المدرسه او حد من الوزاره اتصل بيك وحاول يقابلك؟ لا تفتك. لغايه دلوقتي بقالك حوالي 4 أو 5 ايام في المشكله دي او في المأساة دي محدش خالص اتصل بيك؟ لا 5 ايام سيادتك مرمي في المستشفى محدش سأل فيا خالص. والجماعه بتوع المدرسه اداره المدرسه او المديريه او الوزاره محدش خالص حاول يعرض اي مساعده؟ لا ده ما فيش غير المدرسين اللي جابوها هنا المستشفى. وانا جيت وراهم سيادتك وقلت لهم بعد كده انا مشيتهم بالليل وقلت لهم طبعا مين اللي ضربها؟ قال لي ضربها. قلت طب ماذا اللي ضربها ده بيديها؟ قال لي لا مش بيديها. قال يا سيدي معلش يعني هو راح قال تشرب نجلاء وعيط. قال ما استاذنش منه وراح ضربها بسير الغساله عينها. وانا كانوا مسبرين قالوا العين سليمه ما فيهاش اي حاجه. دلوقتي بيقولوا لا احنا بنعالجك العين باظت وبنعالج النزيفه في عيني. وانا دلوقتي معوش غير عين بنتي بس. يعني العمليه اللي اتعملت لها يوم السبت يا عم جمال نجحت ولا فشلت؟ السبت يا باشا. نعم العمليه نجحت يوم السبت؟ عمليه نجحت العمليه؟ لا ما نجحتش. ما نجحتش. ووضعها دلوقتي انها العين دي تعتبر يعني باظت. باظت. انا كان مصبرني ايه قالوا لي الدكاتره قالوا لي لا باذن الله العمليه سليمه وما فيهاش اي حاجه. تمام. وضح لي النهارده قالوا لي لا احنا من وقت ما جيت احنا ما نقدرش نقول لك يا حاج العين بايظه.
انا بس بنعالج النزيف اللي فيها. النزيف يوقف النزيف. تمام. انما قوه الابصار وكده مش موجوده. بكره هنعمل لك الخروج، احنا عينك كويس ده منع النزيف، هنعمل الخروج، قلت اعمل خروج عليه. تمام. بتمنى ان الحاله تتحسن، وان يبقى في كبار الاخصائي يبصوا على نجله او على ريم. هي ليها اسم دلع، اسمها ريم جمال ابو الحسن، بس اسم الشهرة نجلاء، طالبه بمدرسه عمرو بن العاص الابتدائيه بالاقصر، وفقدت عينها بعد ما في مدرس ضربها بسلك الغساله علشان راحت تشرب الظاهر من غير ما تاخد اذنه. على فكره المدرس دلوقتي هو مقبوض عليه، واكيد يعني حوالي 4 أيام على ذمه التحقيق، والنيابه بتحقق، واكيد هيبقى في اجراءات قانونيه بتتخذ ضد هذا المدرس. وبعيدا